الأول نخليه هو يعرف عن نفسه. طبعا انا المخرج خالد المصري، مؤسس ورئيس مهرجان صناع السعاده. مبسوط جدا طبعا معاكم النهارده، ومبسوط بوجود الشيف اشرف طبعا النهارده. الله يكرمك، نورتنا الأول. حبيبي بوجود. بس عندنا سؤال لك كده، إيه رأيك في اليوم الترفيهي اللي عاملاه الدكتورة دعاء النهاردة وتجمع الناس الكويسة دي كلها؟ طبعا يوم لذيذ جدا ويوم تجمع حلو، كل الاصدقاء والاخوات بنتجمع النهارده، وطبعا زي ما شفت قعدنا كلنا واكلنا من اكل بعض، ويوم جميل جدا بصراحه. شكرا للدكتوره دعاء، شكرا جدا. اسكندرية دايما بتعمل حاجات كويسة وبتعمل حاجات جديدة للناس، بتعرفهم يعني إيه اسكندرية وشعب اسكندرية ومعاشرة شعب اسكندرية لكل الناس في كل مكان، وتجمع الناس كلها مع بعض. طبعا اسكندريه معروفه في العالم كله، مش في مصر بس او الدول العربيه فقط. اسكندريه معروفه في العالم كله كله كله، كل الناس بتيجي اسكندريه طبعا. كفايه جو اسكندريه وهوا اسكندريه وبحر اسكندريه وجدعانه اسكندريه والمرسى والعباس، طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عن اسكندريه. طيب احنا برضو في حاجة تانية احنا عملناها كمجموعة شيفات، احنا عملنا جمعية خيرية. تمام. هدف الجمعية الخيرية الأول، الهدف الأولاني لها إن احنا مجموعة شيفات هنعلم الستات الأرامل والمطلقات إن هم يشتغلوا بإيديهم وينتجوا وياخدوا الفلوس، بدل ما يستنوا الجمعية تديلهم إعانة. لا، أنا عايزه هو اللي يشتغل بإيده ويطلع فلوسه بإيده، بدل ما يمد إيده للناس. لا، أنا أشتغل بنفسي. جميل. طبعا انا عارف استاذ اشرف ان انت بتسعى للموضوع ده بقالك سنين كتيره قوي، ولوحدك انا عارف، وعانيت كتير عشان تكون تاسس الجمعيه دي. وطبعا انا عارف ان انت عندك استعداد انت تعمل مؤسسه مش جمعيه كمان. وواضح جدا مجهودك الكبير، لان انت عايز تساعد الشيفات وتساعد ستات البيوت ان هم يساعدوا بيوتهم واجوازهم واولادهم، بدل ما حد يمد ايده لحد او الكلام ده كله. لا، احنا بنساعد الستات دي، ولاد بلدنا، بنساعدهم عشان يشتغلوا ويكسبوا من عرق جبينهم، ويبقى راسنا مرفوعه طبعا في قدام كل الناس. الحمد لله رب الحمد لله. العالمين. احنا طبعا انت طبعا ذو اعلام وراجل اعلامي وراجل مخرج والكلام ده، المفروض انت اللي بتعمل اللقاءات ديت. فانا عملت معاك اللقاء ده، بس هسيبك انت اللي تكمل اللقاءات حبيبي. بينك وبين الناس، حبيبي على لانك راسي. انت اهم مني في حبيبي حبيبي يا عم اشرف، على الاسئله، راسي. واهم مني في حاجات كتيره. على راسي. بس انا راجل ارتجالي زي ما بيقولوا، لا انت جميل يا استاذ. بعمل على قدي، لكن انت ذو خبره بقى، فانت ورينا شغلك بقى حبيبي. على الطبيعه مع الناس حبيبي يا كلها. أستاذ أشرف. عينيا. ونورتني. حاضر حبيبي يا أستاذ أشرف.